السلام عليكم متتبعين قناه وصفات لطيفه. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. نديروا اللوبيا بالكروم. هانتوما عندنا نص كيلو ديال اللوبيا مرطبه ليله كامله، كنديروها في كوكوط، كنكبوا عليها الماء نسدو عليها كطيب. دابا ما كنديروا لا ملحه لا حتى حاجه، لا زيت لا ملحه لا حتى شي حاجه، حتى الاخر كطيب كنديروا فيها غير الملحه وزيت العود والكروم. بقاو معايا نسدو عليها كوكوط. الكروم اللي قلت لكم كروم بلدي هو هذا اللي كنت صورت معكم في الاول النقطه، ندوزو نقطعوه معكم. وغادي نعجنوه بالملحه، نخرجوا منه هذاك الماء كله اللي فيه ونغسلوه. نخلي الطنجره نشوف اللوبيا واش طابت. غندير الملحه غادي نعجنو مزيان، غنعجنو مزيان حتى يطلق الماء اللي فيه. شرحي لي واش هاد العجنه. ايميل نرفسها ماكور سيسنت باش نسميس لوبيت، نسكري لوبيت وماكور. الاكله هذه تقليديه نتغزوت اقليم الحسيمه بالضبط. زكيها زارين شنو هي زكيها زارين؟ دوار في تقنيات سميتو التزامن. هذا الماء الخضر دير داك الشراب ديال هنا وغادي نغسلوه، نديروه يسقطر ونضيف مزيان. بعد ما درنا ليه الملحه وعجناه غسلناه وصفيناه في الشبكه. دابا غنديروه في الكوكوط، غنديروه في الطنجره. علاش كتغسليه؟ باش يتحيد منه الجهد ديال الكروم وصافي. يعني نفسها ما قلت سيسنت نساردي نقطرين كاع يطاوى نقص الجهد نو ماكول وصافي. دابا غنسدو عليها ونخليوها طيب ونتلاقاو معكم. من بعد ما طابت غنديرو راس معلقه ديال الملحه حسب الذوق، على حسب الذوق ديال كل واحد. دابا اللوبيا ديالنا هي وجدات وغادي نكبوها. نكبو اللوبيا
نديرو زيت العود ولا زيت الزيتون. هاد الاكله كتمشي بزيت الزيتون والملحه فقط والحامض والحرور. اللوبيا ديالنا بعد ما وجدات كنقدموا عليكم الصحه والراحه، نتمنوا تقبلوا علينا.